السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده كده بإذن الله هنعمل الكوارع الكدابة. ايه ده يا ام انس؟ يعني ايه كوارع كدابة؟ يعني هناكل كوارع بأقل تكلفة، لان احنا عارفين دلوقتي الكوارع بقت غالية. فالنهارده بإذن الله هعمل لكم الكوارع الكدابة وطعمها كوارع بجد. طيب ايه هي الكوارع الكدابة؟ بصوا الأول كده شكلها اهي. دي عبارة عن ايه بقى؟ بصوا شكلها عامل ازاي. دي يا جماعة ركب. دي اسمها ركب جملي. ركب جملي دي بتتجاب منين؟ من عند الجزار اللي بتدقي عنده اللحمه. هتروحي عنده وهتقولي له عايزه ركب جملي. تمام. طيب في جزارين عارفين يعني ايه ركب جملي، وفي جزارين مش عارفين، بيبقى ليها مسمى تاني او اسم تاني. ايا كان المسمى انت قولي له انا عايزه الركب بتاعه الجمل. تمام كده. هتلاقيها عند الجزارين بتوع اللحمه الجملي، مش الجاموسي ولا البقري. وهتلاقيها ممكن متوفره كتير جدا في المذبح. تمام كده. طيب الكيلو منها بكام ديت؟ بصوا بقى، عايزه اقول لكم معلومه عشان برضو ما يضحكش عليكم. ديت ممكن بقى اختلاف اماكن. عايزه شطاره، عايزه فصال. في ناس ممكن بتجيب الركب الجملي ديت الكيلو ب6 جنيه. ماشي. في ناس ممكن تجيب الكيلو منها ب10 جنيه، في ناس ممكن تجيب الكيلو ب30 جنيه، في ناس ممكن ب15 جنيه الكيلو. فانتي وشطارتك وحسب فصالك وحسب الجزار اللي انتي بتتعاملي معاه. لو انتي زبونته وهو عارفك ممكن كمان يديهالك ببلاش خالص. يعني انا الجزار الجملي اللي انا بتعامل معاه بروح ادق مثلا الكفته مثلا بتاعه الشهر عنده. بروح اجيب اللحمه مثلا بتاعتي من عنده اللي انا عايزاها، وبجيب ممبار وكوارع وحاجات من دي كتير. باجي بقى اطلب منه الركب ديت. احيانا بيديهالي بصراحه ببلاش خالص، واحيانا بيحاسبني عليها، لاني ممكن ساعات بطلب منها كميات مثلا بال2 كيلو و3 كيلو، واسلقها كلها مع بعضها واكيسها في الفريزر، واطلع منها على حسب الكميه اللي انا هطبخها. طيب انا عايزه اقول لكم برضو معلومه. الركب الجملي دي يا جماعه بصوا، ممكن الكميه اللي انتوا شايفينها دي في الحله هتتضاعف كميتها، بتنفش وبتكبر كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عكس الكوارع. لا الركب الجملي دي بتنفش معاكي في الحله. فطبعا لما تيجوا تعملوها ما تحطوش في حله بنفس الكميه ديت، لا تاخدوا حله اكبر. تمام. طيب الركب الجملي ديت زي ما انا ما قلت لكم برده ممكن يحط لك معاها عصب اللي احنا عارفينه دوت، شايفين شكله طبعا. انا بقى عايزه اقول لكم زي ما قلت لكم كده هتلاقوها بوفره. عايزه اقول لكم كمان سر من اسرار الركب ديت. عارفين يا جماعه المحلات الكبيره اللي احنا بنروح ناكل فيها اللي هي المصمت، اما بتيجوا تاكلوا كوارع او شوربه كوارع مش بيحط لنا على فكره كل الطبق كوارع بس. لا، هما بقى الجزارين بيعينوا الركب والحاجات ديت لاصحاب المحلات، لان اصحاب المحلات بيخلطوا كوارع على ديت، لان فعلا طعمها كوارع وشكلها كوارع، وهوريكم طبعا بعد سواها هيبقى شكلها عامل ازاي. طيب انا جبتها. هحط لها بقى طريقه النظافه بتاعتها، هحط لها دقيق كده زي ما انتم شايفين، وهحط لها خل. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم النهارده هنعمل كذا صنف منها وباقل تكلفه. زي ما قلت لكم بقى لازم كده ايه تبقي شطوره كده وتفصلي. هحط ملح برضو. السوق عايز الشطاره، لازم تبقي شاطره كده وتفصلي. خدتيها بقى الكيلو ب6، خدتيها الكيلو ب10، خدتيها ب15، انتي وشطارتك. ممكن لو نزلت المذبح هتلاقي هناك ناس قاعدين كده بتشاط كبيرة في الأرض، أو المحلات الكبيرة برضو بتاعت الجملي هتلاقيهم بيبيعوها بكميات وموجودة بوفرة كبيرة جدا. هدعك بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها وهحط لها مية. هحط لها مية كده. هقلب بقى الحاجات دي كده كلها في المية عشان تبتدي ان هي تنزل الزفارة بتاعتها، وما يبقاش ليها ريحة زفارة، وتتغسل معايا كويس جدا لحد ما المية اللي على النار تغلي. ونشوف هنعمل ايه. اهي انا حاطه
حله كبيره، حاطه حله كبيره على النار عشان زي ما قلت لكم دي بتنفش. تمام كده. هسيبها بقى. انا الاول طبعا شطفتها عادي خالص تحت الحنفيه، ودي بقى المرحله التانية اللي انا بنقعها في المحلول اللي هو دقيق بليمون بخل بملح عشان تشيل اي زفاره منها لحد ما الميه بتاعتي تغلي ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي بقى انا حطيت حله كبيره زي ما انتم شايفين كده على البوتاجاز، لان انا بقول لكم عكس الكوارع الكميه بتتضاعف. تمام كده. وان شاء الله لما تجربوها هتلاحظوا. هبتدي بقى كده الميه غليت اهيت. هبتدي بقى طبعا المحلول اللي انا كنت عاملاه الدقيق بالملح بالخل بالحاجات دي كلها، انا شطفت الحاجات كويس اهيت بالميه مره واتنين وتلاته. هبتدي بقى ان انا بسم الله الرحمن الرحيم احط كده في الميه اللي غليت. بسم الله تبارك الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم طبعا الكميه دي هتسالوني قد ايه يا ام انس. عايزه اقول لكم دول بسم الله ما شاء الله 2 كيلو. الكيلو ب10. وهو بصراحه الجزار حط لي بقى معاهم شويه عصب كده من عنده. فعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله تخيلوا بقى الكميه دي كلها يا جماعه ب20 جنيه ومعاها شويه عصب. هم مش كتار طبعا بس اهم حاجه الركب هتديكي طعم الكوارع. والنهارده بقى هنعمل منها طاجن وهنعمل منها الشوربه اللي هي بالطشه ديت هتبقى جميله ان شاء الله. ونشوف هنعمل ايه. وان شاء الله كده البيت يبقى كله بركه باقل تكلفه ونعمل احلى اكل واحلى شرب باقل تكلفه باذن الله. طبعا الميه ديت يا جماعه انا مش هسلق فيها الركب دلوقتي. انا هعمل ايه؟ انا هاخدها كده غلوه كده 10 دقايق عشان اي ريم فيها او اي حاجه فيها والزفره اللي فيها برده. وبعد كده هشطفها وارجع احط ميه نظيفه تاني وارجع اسقطها تاني عشان تبقى الشوربه بتاعتها رايقه ونظيفه زي الفل. وتعالوا نسيبها شويه ونشوف هنرجع هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي ده اللي انا كلمتكم فيه اهو. بصوا ادي الريم دوت اللي هو طلع دوت. طبعا انا كده غليتها اهي خدت لها غلوه واحده. كل ده بقى هرميه. هرمي الميه دي خالص وهنشيلها وهرجع احط ميه نظيفه وارجع اسقطها فيها بقى واحط لها البصل بقى والقوطه والتوابل والحاجات الحلوه ديت. يلا هسيبكم بقى نشيلها وبعد كده نرجع تاني. بصوا يا حبايبي انا غيرت الميه اهيت وحطيت ميه بدلها بتغلي اهي. وادي الركب انا شطفتها كويس طبعا وهرجع بقى احطها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده الركب دي يا جماعه للركب يعني اللي ركب وجعاه ياكل ركب يبقى 10/10 باذن الله. وطبعا مفيده جدا لفقرات الظهر واللي عنده هشاشة عظام. ما تبطلوش اكل الركب ولا الكوارع. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنجيب بقى ادي بصلايه بصلتين صغيرين اهمت مقطعاهم وطماطمايه وتوم حوالي 3 فصوص توم عاملاهم شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي بقى التوابل عندي ورق لوري وعندي حبهان ومعلقه صغيره فلفل اسمر وعندي مستكه اهي مش عارفه باينه ولا لا وملح وسكر. ممكن بقى تحطوا الملح بعدها بشويه تكون داخله على السوا ممكن تحطيه دلوقتي عادي. انا بصراحه بحب احط كله مع بعضه كده وهي تعيش مع نفسها. وطبعا المعلقه بتاعت السكر الصغننه ديت عشان تساعدها على السوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده تمام وزي الفل. هسيبها بقى تتعايش مع نفسها وانا اشوف بقيه الاكل بتاعي هعمل ايه لحد ما هي تستوي. عايزه اقول لكم على حاجه. الركب طبعا يا جماعه بتاخد سوا جامد جدا 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 لانها جملي. فعندك طريقتين للسوا. ممكن تاخديها مثلا غلوتين قبليها بيوم مثلا على بيات وتقومي طفي عليها وبعد كده تقومي مكمله سواها تاني يوم. وممكن لو انت هتعمليها في نفس اليوم ممكن بقى انا النهارده صاحيه بدري جدا يعني حوالي الساعه 9 او 10 اهوت بدأت بيها. هاخدها مثلا حوالي ساعتين او 3 واطفي عليها اسيبها ترتاح لها حوالي ساعه او ساعتين وارجع اكمل سواها تاني.
علشان الركب بتاخد سوا جامد، لانها جملي. غير الكوارع طبعا، برضو الكوارع بتاخد سوا بس مش زي الركب بتاخد سوا اكتر. تمام كده. فانتوا عندكم بقى حلين، يا اما قبليها بيوم تاخديها غلوتين، يا اما تعمليها في نفس اليوم بس الصبح بدري كده، يعني تصحي من النوم قبل ما تروقي وقبل ما تفطري وقبل ما تعملي اي حاجتك، علقي عليها وسيبيها كده تاخد لها حوالي ساعتين او 3، وترجعي تطفي عليها وترجعي تكملي تاني. تمام كده. هنشوف بقى هنعمل ايه تاني. ودلوقتي يا حبايبي هنعمل بقى فشة مع بعضينا. بصوا انا جبت الفشة هي من الجزار، جميلة جدا. قطعت طبعا، هو مقطعها لي قطع كبيرة كده زي ما انتم شايفين. مش مهم، انت حابة تقطعيها قطع زي ما انت عايزة. عايزة يعني قطعيها اي تقطيع عشوائية. احنا كده كده هنقطعها تاني بعد ما تستوي عشان تبقى سهلة في التقطيع. طيب بنضفها ازاي؟ انا عايزة اقولك الزور دوت لما بتيجي تنضفيه لازم نكحته كده بالسكينة، عشان بيبقى فيه حاجات كده لازم تطلع. بصوا طبعا انا كنت عاملاه بس انا قلت ايه اوريهولكوا تاني. وطبعا في بصوا دي برضو حتة من الزور اهي. بصوا ديت لما باجي افتحها كده بتبقى عاملة زي المنبار. بصوا لازم اقوم مدخلة السكينة كده اهو واقطعها كده. هي السكينة بتاعتي مش حامية قوي اهي. بص بقى لما بفتحها كده الجزء اللي جوه ده بيبقى عامل زي المنبار. برضو لازم نكحته كويس كده عشان لو في اي حاجة من جوه ينضف معاكي كويس. تمام كده. طبعا انا عملت كل الحاجات ديت بس قلت اعملها معاكم تاني. هعمل ايه بقى؟ هجيب ميه طريقه التنظيف ازاي. هحط لها بقى ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا شطفها تحت الحنفيه كويس بس هنقعها بقى برضو في ميه بملح كده بخل. وادي الخل اهو. تمام كده اهي، عشان برضو ابقى انا مطمنه. يعني انا بحب اعمل حاجه بصراحه ما بقاش موسوسه من نظافتها. تمام كده. طيب بعد كده بقى هنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي حطينا حله على النار فاضيه خالص اهي زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي حاجه. خليتها تسخن كويس. والفشه انا شطفتها كويس من المحلول اللي انا حطيتها فيه اللي هو الملح والخل، وصفيتها في المصفى كويس. هنزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الطشطشه دي؟ خلوا بالكم طبعا من ايديكم. الحركه دي مهمه جدا جدا يا جماعه. احسن ما بتحطيها في الميه على طول، يعني احسن ما بتغلي ميه وتسلقيها كانك بتسلقي لحمه عاديه. لا الحركه دي احسن بكتير، بتخليها تنزل الميه بتاعتها وبتبقى احسن بكتير طبعا. تمام كده. طبعا انا عايزه اقول لكم الزور بقى كحتناه وفتحنا الحته اللي هي بتبقى جنب الزور دي. بصوا بتبقى عامله زي الممبار كده. لازم دي تتكحك كويس يا جماعه عشان بيبقى جواها طبعا حاجات. وهنا برضو لازم دي تتكحك كويس وشطفناها كويس. طب التوابل بقى عندي هنا بصلايه مقطعاها، وعندي فص توم اهوت عاملاه شرايح، وطماطميه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي التوابل هنا ملح وورق لوري حبهان، نص معلقه من الفلفل الاسمر هنزل عليهم كده. وهسيبها بقى تبك منها فيها. يعني انا مش هقلبها دلوقتي لان بصوا كده لما اجي اقلب، او ممكن عادي اقلب عادي مش مشكله.
بصوا هيبتدي بقى لونها يغير، وهتبتدي بقى تبك ميتها منها فيها. بصوا دي لونها اتغير ازاي. طبعا الطريقه دي احسن بكتير من انك ما تغلي ميه وتسلقيها كانك بتسلقي لحمه عاديه. لا دي كده احسن. هي دلوقتي بقى هتنزل ميتها منها فيها، هسيبها لما تنزل ميتها خالص واللون بتاعها هيغير، وهرجع اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، ادي لونها غير خالص اهي. سيبناها شويه واديتها تقليبه حلوه كده. طبعا انا قلت لكم احنا بنقطعها اي تقطيعه، كبير بقى صغير براحتكم خالص. انا كده كده هرجع اقطعها تاني بعد السوا، لان بتبقى بعد السوا اسهل في التقطيع. تمام كده. هرجع بقى اقوم مزوده لها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي بقى الميه تغطيها كده، بس كده بقى. هسيبها بقى تستوي مع نفسها خالص وبراحتها خالص، ونشوف هنعمل ايه. عايزه برضو اوريكم حاجه. تعالوا بصوا كده هنا. بصوا هنا كده الكوارع. بصوا الركب قصدي. بصوا عشان احنا نضفناها بالطريقه اللي انا وريتها لكم، غيرنا الميه، الشوربه بتاعتها رايقه وجميله وما فيهاش بقى الريم الوحش دوت ولا اي حاجه. بصوا الشوربه رايقه وزي الفل، جميله جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنسيبها بقى تستوي براحتها خالص، ونعمل منها بقى اشكال والوان. بصوا يا حبايبي، ادي الفشه هي خلصت اهي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها زي الفل. هنشيلها بقى من الشوربه ديت خالص، وهقطعها بقى الحجم والمقاسات اللي انا عايزاها. تمام كده. انا عايزه اقول لكم لما بجيب فشه او ركب ماشي، بعملهم ايه، بعملهم كلهم بسلقهم مره واحده، وباخد الكميه اللي انا عايزاها والباقي بعينه في الفريزر. كده كده الركب بتاخد وقت كبير في السوى، فبالمره بقى يعني وبتسهل عليا بعد كده لما باجي اعملها تاني في طبخه تاني، بتكون سهله معايا ومش مش بتاخد وقت. فهو كده كده طالما الوقت كده كده بيضيع، نسلق حاجتنا مره واحده ونعينها في الفريزر تكون جاهزه. طبعا الفشه ممكن تعملي جنبيها شويه مكرونه او بطاطس محمره، ممكن تعملي جنبيها اي حاجه تحبيها، ممكن تاكلوها بس كده بالعيش وجنبها شويه سلطه. فعايزه اقول لكم بتبقى جميله جدا وهي جاهزه طبعا في الفريزر، يا دوب تطلعيها على عمايل على طول. طيب انا هقطعها بقى المقاسات الصغيره اللي انا عايزاها، وهنرجع مع بعض ونعملها بطريقه لطيفه. دلوقتي يا حبايبي انا قطعت طبعا الفشه قطع صغيره خالص اهيت، قطع صغيره خالص. بتقطعوا المقاسات اللي انتوا عايزينها. حطيت بقى صينيه على النار، اي صينيه او طاسه او اي حاجه تحبيها، واحط عليها حبه زيت كده، وبحط معلقه من الثوم المفروم، واقلبه كده فيها كويس لحد بس ما الريحه القويه بتاعته دي تروح. طبعا انا مش هاخد كميه الفشه كلها، انا هاخد نصها بس والباقي هعمله في الفريزر بقى لما احب ايه اجي اعمل اي اكله تانية كده او مستعجله او اي حاجه ممكن اعملها، واعمل جنبها شويه مكرونه وبطاطس محمره وشويه سلطه، وتمام التمام كده وزي الفل. او ممكن ناكلها بالعيش وخلاص. المهم ان هي تبقى جاهزه على التسويه على طول. يعني تيجي في يوم مثلا مش فاضيه ولا حاجه، هتطلعيها يا دوب وتعملي شويه بطاطس وسلطه وشكرا على كده. طيب انا بقى الثومه اهي يا دوب بس تحمر كده، مش هخليها تحمر قوي. هحط لها كزبره ناشفه،
على فكرة الفشة يا جماعة تقدروا تعملوها بكذا طريقة، ليها كذا طريقة. ماشي. هقوم نازلة بقى بشوية خل كده، هحط لها حبة كمون صغيرين، فلفل اسمر صغيرين برضو، حبة ملح صغيرين، واقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. عايزه اقول لكم بقى الريحه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. بعد كده هنزل بالفشه بقى، احط الكميه اللي انا عايزاها. هديها بقى تقليبه في الثوم دوت، وهسيبها بقى ايه يعني كانها مثلا بتشمع كده، كانها مثلا بتحمر، فاهميني؟ بس انا مش عايزاها تحمر يعني، بس هديها حوالي 5 دقايق كده. هسيبها فيها 5 دقايق وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ودلوقتي يا حبايبي ادي الكوارع هي استوت معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله بترقص اهي، بقت دايبه دوب. طبعا انا عملت المحشي اهو. هاخد بقى كده واسقي من شوربه الكوارع للمحشي. بصوا هحط طبق كده ماشي، واحط بقى الشوربه عليه. طبعا انا مش عايزه حد بقى يعيب على البوتاجاز، لان النهارده اليوم العالمي بقى الايه للاكله بتاعت الكوارع بقى، والدنيا مولد النهارده. يعني الاكله بصراحه تستاهل بقكم. ادي المحشي اهو. بصوا يا دوب الميه مغطيه حاجه بسيطه. هسيبه بقى يستوي وهنرجع مع بعض تاني بعد ما يستوي. ادي الفشه اهي. ادي الفشه اهي، هشوح فيها اهي. عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا بجد، تستاهل بقكم. انا بحب اخليها بقى في الصينيه دي كده عشان ايه، لو بردت ولا حاجه نسخنها تاني. بصوا بقى انا جبت هنا فلفل الوان اللي هو مش حراق، طبعا اللي حابب يحط فلفل حراق مفيش مشكله. انا حاطه هنا فلفل احمر واصفر واخضر، تشكيله حلوه اهي. بحط دوت كده اخر حاجه عشان يبقى بيخروش كده واحنا بناكله. وتقلبي بقى كده تقليبه حلوه، واسيبها بقى حوالي 5 دقايق بس كده. تبقى كده الفشه بتاعتنا جاهزه على الاكل ان شاء الله. يبقى دي كده اول حاجه خلصت. عايزه اقول لكم الريحه بجد تستاهل بقكم. هسيبها بقى كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق واطفي عليها. نيجي بقى للكوارع. طبعا الكوارع انا مش مقطعه الركب، الكوارع الكدابه بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها انا مش مقطعها. بصوا انا عاملاها صحيحه كده. هطلعها بقى تبرد شويه. انا كده هطفي عليها كده خلاص، هي كده تمام التمام. هطلعها بقى تبرد شويه واقطعها المقاسات اللي انا عايزاها، ونعمل منها صنفين حلوين قوي. ودلوقتي يا حبايبي بقى هنعمل الطاجن. طاجن كوارع في الفرن. انا كده حطيت طاسه على النار اهيت، هحط لها معلقه من السمنه. ممكن تحطوا سمنه او زبده زي ما انتوا عايزين.
وهحط لها ثوم، نديها تقليبه كده كويسه. اول ما التومه تحمر هديها خل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكوا طبعا بعد كده هنزل بقى بعصير الطماطم، واديها تقليبه برده كويسه. هحط لها حبه من الفلفل الاسمر، حبه كمون صغيرين، حبه ملح، كزبره ناشفه، وهديها تقليبه كده مع بعضها واسيبها بقى تتسبك دقيقتين 3 ونرجع تاني مع بعض. بصوا يا حبايبي، وادي الصلصه اهي خلصت، وهنزل عليها بقى بالفلفل الالوان اخضر واصفر واحمر، وهديها بقى تقليبه كويسه مع بعضها كده. ودوت الطاجن البايركس اهوت، حطيت فيه الكوارع قطعتها وحطيتها فيه. هنزل بقى عليهم بالصلصه ديت. بصوا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، ادي الطاجن اهوت، حطيناه بقى في طاجن بايركس، وهحطه بقى في الفرن ياخد الوش الاحمر بتاعه الجميل، ونرجع مع بعض تاني. ودلوقتي يا حبايبي بقى نعمل طشه بتاعه الكوارع عشان تخلي طعم الشوربه زي المحلات بالظبط. الكوارع الكدابه اللي ان شاء الله مش هتطلع كدابه ولا حاجه وهتعجبكم. هحط لها شويه كزبره ناشفه، ونحط لها بقى الخل. يا سلام على يا سلام. نودي بقى كده ونروح على الحله ونطشها هناك. بصوا يا حبايبي، مش عايزه اقول لكم بقى الريحه تحفه. كده بقى عندنا الكوارع نفس طعم المحلات بالظبط، نفس طعم الشوربه بقى كده بالطشه والدقه، تحفه. نرجع بقى كده لتقديم الاكل ونشوف عملنا ايه. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهوت، ادي طاجن الكوارع. عايزه اقول لكم حاجه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله،
دي بقى الكوارع الكدابه اللي انا بقول لكم عليها، هتعجبكم جدا جدا. وعملنا منها اللي هي برضو بالشوربه والثوم، وعملنا صينيه الفشه الجميله اللي انتم شايفينها دي، وادي المحشي، وادي الكوارع اهيت، وعملنا طبق البتنجان دوت. حاجه كده تستاهل بقكم. ما تنسوش بقى يا حلوين، لو الوصفه عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب، كلمه حلوه في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.